اهلا وسهلا بكم متابعين قناة اخبار الفن والرياضة في فيديو جديد. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي تحمي الراوتر بتاعك بطريقة كويسة جدا، وازاي ما تخليش حد يقدر يخترق الراوتر بتاعك. وده طبعا للناس اللي عندها الباقة بتخلص قبل ميعادها بكتير، وخصوصا لو كانوا ما بيستخدموش الشبكة كتير او النت كتير، وكمان ما عندهمش اجهزه كتيره بتدخل على الشبكه، وبيجربوا طرق الحمايه المختلفه، لكن برضو بيكون في ناس بتعرف تخترق الشبكه دي. طيب علشان ندخل في الموضوع على طول، بس قبل ما نبدا يا ريت تدعموني بلايك للفيديو ده، وتعملوا اشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، ولو مشتركين اللايك والشير. طيب اول حاجه هنعملها هندخل على اعدادات الراوتر. تمام كده، هندخل نفتح جوجل كروم او جوجل سيرش، وبنفتح الاي بي ادرس اللي هو موجود على ظهر الراوتر، اللي هو 192.168.1.1.1.1، وبدوس انتر. بعدها بيدخلني على الصفحة بتاعة الراوتر دي. اليوزر نيم والباسورد دول اللي هم موجودين على ظهر الراوتر، واللي بتكون اليوزر نيم ادمن، والباسورد برضو بتكون موجودة على ظهر الراوتر، بنكتبها زي ما هي، وبنعمل لوج ان. طبعا احنا هنعمل خطوتين مهمين. هو ازاي الاول بعد ما فتحنا الراوتر بتاعنا ده، اعدادات الراوتر الصفحة الرئيسية، ودي اسامي الاجهزة اللي متصلة عندي على الشبكة بتاعتي. بروح على اللوكال نتورك، وبختار كلمة من على الجنب كده دبليو لان. الكلام ده ممكن نعمله من الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل، هي تبقى نفس الخطوات يعني. تمام، اخترت الدبليو لان. تمام. نيجي هنا اول واحده الدبليو لان اون اوف كونفيجريشن، دي اللي هي بتاعه الواي فاي، نخليه متاح اون او اوف. ودي هي نفس الحركه اللي انا اون هنا او اوف من العلامه دي، وادوس ابلاي، او من الزرار اللي جنب الراوتر برضو بدوس عليها واطفيها. تمام. تاني واحده دبليو لان جلوبال كونفيجريشن، دي مالناش دعوه بيها، ولكن ننزل على تالت واحده دي اللي تهمنا، اللي هي دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. دي هنا بقى بندوس عليها كده ونختار، نعرف اول واحده ايه. هي اول حاجه هنا اسم الشبكه بتاعتي، اسم الواي فاي هتخليه ايه. تمام، انا هنا مسميه كافيه، انت ممكن تكتب اي اسم انت عايزه. تمام كده، وده موجود اوريدي. تاني حاجه، ده اختيار مهم برضو من ضمن الحمايه، الخطوه الاولى، وهي الاس اس اي دي هايد، اللي هو اخفاء الشبكه. يبقى ازاي تخفي الشبكه؟ بخلي العلامه دي لو انا عملتها اوف هتبقى هتظهر، ولو خليتها اون معناها ان انا هخفيها. خلاص، يبقى اول حاجه هفعل اخفاء الشبكه، الاس اس اي دي هايد، دي الخطوه الاولى في الحمايه. تاني حاجه الانكريبشن تايب، دي بختار تالت واحده. في اول واحده نو سكيورتي، وتاني واحده التالت مستوى حمايه، والاخيره هي اقوى واحده اللي هي رقم 3 دي، هي اقوى مستوى حمايه. تمام. بعد كده كلمة السر بتاعتي بكتبها زي ما انت عايز، ولكن يفضل برضو انك انت بتخلي كلمة السر دي يكون فيها ارقام وحروف وعلامات زي الات والشرطة والداش. كل ما بتحط الحاجات دي بيصعب موضوع اختراقها جدا. تمام. بعد كده نيجي بقى لخطوة الأهم، وهي خطوة موضوعنا النهاردة الأساسي، هي الماكسيمم كلاينتس. دي عدد الأجهزة اللي متصلة على الشبكة، اللي مسمح لهم يتصلوا على الشبكة. حضرتك هتشوف انت عندك كام واحد في البيت، وعايز تخلي كام واحد يدخل على الشبكة دي. فانت مثلا لو انت عندك 4 أجهزة، هخلي الرقم ده هو بيحتمل معانا من 1 ل 32 جهاز. فأنا خليته مثلا 4، وبدوس أبلاي. طبعا أنا دلوقتي موصل أكتر من 4، فخليني إيه، نخليه مثلا 6، وندوس أبلاي. تمام كده، احنا كده خزنا ان الشبكة بتاعتي مش هيقدر يدخل عليها أكتر من 6 أجهزة. يبقى لو حد اخترق أو ما اخترقش، محدش هيقدر يدخل أكتر من 6 أجهزة. تمام. الخطوة التانية، بنرجع تاني فوق كده نلاقي كلمة WLAN Advanced، بنيجي على دايسين عليها، ونيجي هنا تحت وكلمة Access Control Rule Configuration، دي بقى بندوس عليها مين اللي مسموح له انه يدخل. بص بقى كويس، احنا هناك حطيت 6 أجهزة،
ونقدر نحط هم الست اجهزه. من هنا كده نيو ايتم، الاسم والاس اس اي دي والماك ادرس، دول الاجهزه اللي هتبقى مسموح لها انها تدخل. طيب اول حاجه هنعرف ايه؟ اول جهاز الاسم ده انا ممكن اسميه زي ما انا عايز. خلاص الاسم واتيفر اللي يهمني فيه. الاس اس اي دي ده طبعا شبكه الواي فاي بتاعتي اللي هي اس اس اي دي واحد. تمام. الماك ادرس ده بجيبه منين بقى؟ بنرجع هنا على الصفحه الرئيسيه الهوم، بكون موصل الاجهزه اللي انا عايز اوصلها. الجهاز اللي انا اوصله هتلاقي هنا كده ادي في الصفحه الرئيسيه دي هتلاقي WLAN device list اللي هي الاجهزه المتصله، كل اسم كل جهاز باسمه والاي في اي بي ادرس والاي بي ادرس في 6. تمام. يهمنا انا هنا ايه؟ الماك ادرس. يعني انا اول واحد ده اللابتوب اللي بشتغل منه باسمه اسامه بي سي، فليه ماك ادرس اهو، هو ده. تمام. بعد كده في عندي تليفون تاني الجالاكسي A 10 اس ده برضو الاي بي ليه اي بي ادرس وليه ماك ادرس اهو. عرفت انا ايه كده؟ ده التلفزيون متوصل برضو نفس الكلام. فانا باخد اسم الجهاز زي ما هو موجود هنا كده وبنقله اهو، اخده كوبي واجي رايح بيه فين؟ على اللوكال نتورك والدبليو لان والادفانسد سيتنج، واجي حاطط هي الاكسس كنترول رول كونفيجريشن، وانزل تحت شويه واحط اسم الجهاز اهو كده اهو كنترول في. انا كده حطيت ايه؟ اسم الجهاز. طبعا هنا هو مش قابل الاسم الافتراضي بتاعه، فانا هنا بخليه اي اسم تاني مش لازم يكون اسمه بالظبط. ولكن المهم في الموضوع ايه؟ ان انا احط الماك ادرس بتاعه مظبوط، وبرجع انقل الماك ادرس بتاعه من الهوم تاني اهو. تمام. وباخد الجهاز ده مثلا، هاخد الماك ادرس ده كده كوبي. نجرب هينفع نعمله كوبي بس ولا لازم ننقله نقلة؟ نشوف دلوقتي. WLAN advanced والاكسس كنترول رول configuration، ونحاول ننسخ ده كده نظللهم كلهم. طبعا هو هنا مش نافع ان انا انسخه، ولكن انتوا تقدروا تنقلوه نقل زي ما هو مكتوب كده، زي ما يبقى موجود في صفحة الهوم دي، وبننقل زي ما هو رقمين رقمين وحرفين حرفين كده زي ما هم موجودين بالظبط. تمام. طيب ناخد الخطوة اللي بعد كده. بعد ما بننقل دي بنيجي عاملين ايه بقى؟ يبقى احنا كده هنكتب اسم الجهاز ونختار اسم الشبكة. تمام. ونيجي حاطين الماك ادرس بتاعه ونقول له ابلاي. بمجرد ما بنعمل ابلاي بيضاف اسم الجهاز ده موجود من الاجهزه اللي مسموح لها ان هي تاكسس للشبكه بتاعتك. طيب عشان اضيف جهاز جديد اجي دايس كرييت نيو ايتم، هيفتح لك جهاز جديد. اخلص ده واعمل كرييت وهكذا. لو انا عايز امسح جهاز منهم بقف عليه كده من على العلامه دي واقول له ديليت بيتمسح اهو كده. خلاص. بعد ما بعمل الكلام ده وادوس ابلاي على كل حاجة بعملها، هيسيف الجهاز المعلومات اللي انا دخلتها، وبكده مفيش حد هيعرف يدخل اطلاقا غير الاجهزة اللي معمول لها اضافة في القائمة دي. ودي اقوى طريقة لحماية الراوتر بتاعك من السرقة او الاختراق، وازاي تغير كلمة السر او تضيف كلمة سر. تمام كده. نرجع مرة تانية بسرعة، وهي كلمة السر ازاي بتغيرها. بنيجي نقف على اللوكال نتورك والدبليو لان، ونيجي نازلين على الدبليو لان اس اس كونفيجريشن. دي هنلاقي هنا اسم الشبكة والباسورد بتاعها اللي انت تحطها لو عايز تغير